بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني بفيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن عيوب ومميزات الساعة الرادو الاوتوماتيك دي. تمام، هي اول حاجه دي مش علبتها، احنا بس كنا بنجيب ليها وش اللي هو الوش اللي هو ده. تمام، اول حاجه الساعه دي منتشره كتير في السعوديه، واغلبيه اهل مصر او اللي من مصر بينزلوا عمره او حج بيروحوا يشتروا الساعة دي. تمام، وموجودة برضو في مصر. طيب هل في فرق في السعر ما بين مصر وما بين السعودية؟ لا، انت لو عملت فرق في العملة هتلاقي السعر مقارب. يعني اخر سعر سمعته في السعودية، لو حد من السعودية برضو يأكد عليا الكلام دوت من المتابعين، كان اخر سعر 2400 ريال. يعني لو اتكلمنا في 18 جنيه، لو هو مع ان الريال دلوقتي 13، لو اتكلمنا في 18 هنتكلم في 4000 وحاجة، 4800 تقريبا، حاجة زي كده. انا بقول تقريبيا يعني. لو الريال 13 هنطير 5 في 2.5، يعني هتنزل لها مثلا بتاع، تبقى مثلا في حدود 45 43 حاجة زي كده، الله أعلم، يعني تقريبيا يعني. دول المشكلة في حاجة. تمام، هي جبتها من السعودية جبتها من مصر مش هتفرق. طيب انا الفيديو النهارده عامله عشان اتكلم عن مميزات وعيوب الساعة دي. اول حاجة ميزة من مميزاتها ان اللون بتاع الظرف اللي هو الخارجي ده ما بيتغيرش. دي ساعة سيفكو مصري، سيفكو صناعة تقفيل مصري، تجميع مصري يعتبر. تقريبا دي كوارتز حجر مش اوتوماتيك. تمام، لو بصينا السمك دي ودي هنلاحظ الفرق، عشان دي المكنة بتاعتها كوارتز حجر. بص الوش وبص الظرف، كل حاجة ارفع طبعا من دي، من اللي هي الكوارتز دي الاوتوماتيك دي الاصلية. تمام، حوار اللون ما بيتغيرش. البند ده موجود برضو في الساعات الكوبوهات، يعني الساعة دي تقريبا تعملها في حدود 800 جنيه 900 جنيه، ما بيتغيرش لون. اللي بيتغير لون اللي هي ام 350 و250 اللي هي زي كده، دي جايه من السعوديه على فكره. تمام، دي بتغير لون ماشي، دي شعبي. تعملها كام في السعوديه مش عارف بامانه. تعال نتكلم بقى على الاصليه بس شويه. اول حاجه الساعه اوتوماتيك، الناس اللي حابين شغل اوتوماتيك. تمام، انا واحد من الناس ما بحبش الاوتوماتيك. انا مش هنسى الساعه، مثلا هروح العصريه اقلع الساعه، نسيتها تاني يوم تالت يوم امسكها اقعد اظبط الوقت تاني، ده ما بحبوش. يعني انا مع نفسي انا ما بحبوش. يعني الشحنه ممكن تقعد معاك 48 ساعه تقريبا، من 24 48. تمام، هي طبعا تشتغل اوتوماتيك مش حجر مش كوارتز. تمام، تعال نتكلم عن العيوب بتاعت الساعه اللي انا اصلا طالع اتكلم فيها. الساعه دي الحاجه الوحيده اللي دايما بتيجي مشكله فيها هو الوش ده. اسف ايدي متبهدله بس عشان الصيانه، ده تسبق، كنا بنطلي حاجه فسبق في ايدي مش راضي يطلع. المهم ده الوش بتاع الساعه دي، ده الاصل بتاعها. بصينا كده اهو السيريال هنا. تمام، ده الاصل. وقعت، انكسرت، وقعه بسيطه انكسرت فيها. تمام، دي المشكله. دي المشكله بتاعتها. بالنسبه لهل مثلا دي حاله فرديه، لا، انا الحوار ده جالي كذا مره. لسه امبارح جاي لواحد برضو بيقول لي وقعت من التسريحه، بس من بنته من على التسريحه على الارض برضو انكسرت. الوش بتاعها يسوى له كام؟ ده انا بجيب لهم كمان الفيرست هاي كوبي، يعني حاجه تقليد بس عالي، يعمل له 2000 جنيه. طب يرضي مين ده؟ يبقى شاري ساعه قد كده وقعه بسيطه غير لها وش. بالنسبه للماكينه، الماكينه ما شاء الله متثبته كويس، وعلى سبق وعملت فيديو عن الماكينه. الماكينه متثبته كويس، اوتوماتيك متثبته كويس. تعالوا نشوفها سوا واوريها لكم برضو. نفتح دي كده نشوف بس الفتحه فين. مش لاقي الفتاح، نفتح بالمشرط مش مشكله. اول حاجه تثبت لك ان الساعه اصلي، الجوان الاحمر ده. تمام، احمر اخضر الحاجات دي كلها بتبقى تبع الاصليه.
المكنة الاوتوماتيك زي كده، تثبيتها بمسامير في الظرف. تمام، تبقى القصعة بتاعتها نظام كبس مش لف. يعني لو جينا بصينا للسيفكو دي نظام شكل المكنة الاوتوماتيك. اوريكم شكل المكنة الكوارتز الحجر اللي هي السيفكو دي، السيفكو. تمام، برضو نشوف بديل، لان انا ما كنتش محضر ان انا افتح لكم الساعة بدل ما اطول عليكم. طيب نفك دي وناخد منها قطع غيار، مش هينفع طبعا لان الحجم غير الحجم والابعاد غير الابعاد، فمش هينفع ناخد وش دي نركبها على وش ديت مثلا، هنوفر بدل ما ندفع 2000 جنيه. دي شكل المكنة الكوارتز الحجر، بيركب لها حجر. تمام، الاوتوماتيك ما بيركبلهاش حجر طبعا، والجوان بتاعها زي ما انتم شايفين اسود، حته كاوتش جلده. عمرها الافتراضي بيبقى قليل شويه عن الساعات اللي هي الاصليه. فاللي حابب اتكلم فيه اللي مقبل على الساعه ديت، هتحافظ عليها من الوقوع، مفيش اي مشاكل، هتعيش معاك، تعيش سنين. يعني انا ساعه اصليه برضه، كانت زمان بنتكلم في مثلا 15 20، بدأنا فيها ب7000 جنيه. بس الفكرة كلها هي في العملة، يعني الجنيه لما يظبط وضعه شوية هتلاقي سعرها نزل في مصر. تمام، وكذلك هتنزل معاك في السعودية لما انت مثلا تلاقي الريال نزل ل6 جنيه ولا 5 جنيه، هتحس ان الساعة مش واقفة عليك بكتير. يعني هي فضلت فترة تقريبا على 2400 ريال، 2500 ريال زي كده. تجيبها من مصر ولا تجيبها من السعودية مش هتفرق يا باشا، بس لو بتنزل السعودية كتير جيبها من السعودية. تمام، انا حبيت بس اعرفكم نقطة الضعف بتاعت الساعة. اهو الظرف. تمام، الوش يعني ده الوش بس غيرناه ب2000 جنيه. هي حلاوتها في الرفع بتاعها. بالنسبة لثبات اللون، الوش ثبات اللون بتاعه بيبقى جامد وبيطول خالص اهو زي ما انتوا شايفين، بس المشكلة كلها في الاستيك، وارد يغير معاك لون بسيط. تمام، بص من جوه هتلاقي حاجة، يعني شايف اهي في تغيير بس بسيط، دي الاصلية. مش عايز اكون مطول عليكم في الفيديو، ما كنتش محضر الفيديو دوت. هي الساعة جت لي وديتها القاهرة، غيرنا لها الوش، كرسناها هنا. حبيت بس ان انا ايه انبه الناس، لان اليومين دول في ناس كتير بيطلعوا عمرة رمضان وفي اللي بيطلعوا الحج عن قريب ان شاء الله، ربنا يكتبها لكل مشتاق. عشان في ناس يعني، في حد من هنا برضو جابها، بس بيقول جابها بمبلغ على كلامه، كان جابها ايام ما كان الريال ب18، وقفت عليه بس جابها من مكان تاني، ما جابهاش ب2400 ريال، جابها باغلى، وقفت عليه قرابة 80 ألف جنيه. فحلال ولا حرام؟ هل ماشي يا عم انت بتحب الساعات ومستعد تدفع زي كده، هل الساعة تستاهل ولا لا؟ ده قرار ترجع لكم. انا قلت لكم عن نقطة الضعف ونقطة القوة ومميزات الساعة. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.